واش فراسكم اخوتي المغاربه ان واحد اختنا ضربات واحد التلميذه بالزيزواره على وجهها، حكموا عليها بشهرين ديال الحبس؟ واحد السيد من الحوز اللي طالب بحقه، اللي قالوا عباد الله عطيوني حقي، حكموا عليه بعام ديال الحبس. هذا يعني اخوتي المغاربه انه في المغرب كاينين ناس فوق القانون وكاينين ناس تحت القانون. يعني كاينين ناس كيحكم عليهم القانون وكاينين ناس يتحكموا في القانون. هذا هو المغرب للاسف. اخوتي المغاربه السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج اشطري في المغرب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على قضيه التلميذه سلمى. مؤخرا شفت في السوشيال ميديا ان الجميع كيتحدث على هذه القضيه هذه، وقلت لما لا حتى انا نخرج نقول الراي ديالي في هذه القضيه، لانها ولات قضيه راي عام. يعني اخوتي المغاربه كما قلت لكم، للاسف الشديد مازال الناس كيتحكموا في القانون في المغرب. مازال الناس ما كيطبقش عليهم القانون. للاسف الشديد اخوتي المغاربه انه فعلا كاينين ناس في المغرب كيتحكموا في القانون. القانون للاسف في المغرب كيحكم غير في الفقراء وفي الضعفاء، اما الناس اللي لاباس عليهم كيتحكموا في القانون للاسف الشديد. وابسط مثال شفنا غير مؤخرا واحد البرلماني في منطقه وكيلا بني ملالة او الازيله، والله ما عرفتش، ما عقلتش. لقاو واحد البرلماني، لقاو في الدار ديالو، لقاو جثه في الدار ديالو. لقاو واحد الدريه، يعني واحد تيك توك راه مشهوره، لقاو الجثه ديالها في الفيلا ديالو، ولقاو كيدير تبويض الاموال، يعني عنده بزاف ديال الجرائم، وحكموا عليه بعام ديال الحبس. يعني ماشي منطقي يا صاحبي، ماشي منطقي ان واحد السيد اللي لقيتي عنده هاد الجرائم كامله وتحكم عليه بعام ديال الحبس. يعني كون كان في شي دوله اخرى، راه ابسط مثال شفنا كتشوفوا دابا غير في فرنسا مثلا، غير في فرنسا واحد السيده مشهوره والامينه عام ديال الحزب، هذيك لوبان ولا ما عرفت سميتها، ما خلاوهاش ترشح. علاش؟ حيت عندها مشاكل، حيت عندها سوابق، وما خلاوهاش ترشح. حنا في المغرب لا، حنا في المغرب للاسف لا. الا عندك الفلوس وعندك البنكه غتحكم في القانون. الا كنتي فقير او انسان بسيط كيتحكم فيك القانون للاسف الشديد. للاسف القضيه ديال التلميذه سلمى حتى هي نفس القضيه. شفنا واحد اختنا ضربات التلميذه بالزيزوار على وجهها وخسرات ليها الوجه ديالها، وحكموا عليها بشهرين ديال الحبس. واش ماشي ظلم هذا صاحبي؟ واش ماشي ظلم؟ ها راه ماشي منطقي، اقسم بالله ماشي منطقي انك تحكم على وحده بشهرين ديال الحبس خسرات الوجه ديال التلميذه. راه خصكم تعرفوا عباد الله ان لو فيزاج او الوجه راه هو الراس مال ديال الدريه، راه هو الانوثه. راه الوجه هو 80% ديال الانوثه. راه الدريات كيعتمدوا على لا فيزاج. راه الدريات الراس مال ديالهم هو لا فيزاج عباد الله. وتخيل معايا انت دابا، راه هذيك الدريه راه صافي مشات الانوثه ديالها، مشى ليها كلشي. راه صافي راه مشات ليها الانوثه ديالها. راه الظلم هذا عباد الله انك واحد الدريه ضرب بالزيزوار ويديروا لها 56 غرزه وتحكم على المجرم بشهرين ديال الحبس. راه الظلم هذا عباد الله. هاد السيده خصها تحكم، هاد السيده خصها العقوبه، خصها تعاقب على هاد الفعله اللي دارت. ونزيدكم هاد السيده ملي خرجت من الحبس كتجي لقدام ديال دارهم وكدير ليها استفزاز وكتصور الفيديوهات وهي زعما فرحانه وكتستفز فيها. ماشي ظلم هذا عباد الله؟ يعني كما قلت لكم اخوتي المغاربه، هناك ناس يتحكمون في القانون في المغرب. كاينين ناس فوق القانون وكاينين ناس تحت القانون. الناس اللي كاينين فوق القانون هما الاغنياء والناس اللي لاباس عليهم، وحنا الفقراء والضعفاء لا زلنا تحت القانون، والقانون اللي كيتحكم فينا. بوان فيني. بغينا العداله، بغينا العداله.
راه ماشي غير قضيه، راه غير هاد القضيه ديال التلميذه سلمى راه تشهرات. راه كاين بزاف ديال القضايا في المغرب، كاينين بزاف ديال الناس اللي للاسف تظلموا، كاينين بزاف ديال الناس دخلوا للحبس مساكن ظلما، كاينين بزاف ديال الناس مساكن راه تظلموا، كاينين بزاف ديال الناس اللي انتحروا، كاينين بزاف ديال الناس اللي فيهم الهم ويحسوا بالحقره والظلم، ومسكين ومساكن كيموتوا يوميا. كاينين الناس اللي مرضوا نفسيا بسبب الظلم اللي تعرضوا ليه. بغينا العداله عباد الله، بغينا العداله، بركه من الظلم، بركه من الظلم. ياك حنا زعما كتقولوا لينا عايشين في دوله فيها الديمقراطيه وفيها العدل وفيها، فين هو العدل؟ فين هو العدل عباد الله؟ بركه من الظلم، الله يرحم لكم الوالدين.